بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يسأل السائل: ما حكم قراءة البسملة في سورة الفاتحة في الصلاة؟ كثيرا نصلي خلف الإمام فنسمع بعض الأئمة يقرأ بالبسملة في الفاتحة، والبعض يبدأ بالحمد لله، والبعض يقرأ بها سرا ثم يفتتح الفاتحة. الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل المختلف فيها بين العلماء، ففريق من العلماء قال بأن البسملة آية من الفاتحة ولا تصح قراءة الفاتحة بدون البسملة، وبناء على هذا الرأي فإن البسملة يجهر بها في الصلاة الجهرية وتقرأ كآية من الفاتحة. الرأي الثاني يقول بأنه يكره قراءة البسملة في الفاتحة، فالفاتحة عندهم تبدأ من قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، استنادا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله قلت حمدني عبدي. الرأي الثالث قال بأن البسملة آية مستقلة بذاتها، تقرأ سرا في الصلوات الجهرية فلا تترك، ومن الأفضل أن تقرأ سرا. فمن قلد أحد الآراء الثلاثة سواء قرأ البسملة أو تركها أو أسر بها فهذا أمر جائز ولا ينكر المختلف فيه، إنما ينكر المتفق عليه. هذا والله أعلم.